هذا الرصيف البارد وهذه الأقدام التي تدق الأرض طربا فرقتها المسافات وظروف الاحتلال عن أرض الوطن فلسطين. فادي كفارنا فلسطيني من قطاع غزة يقيم في بلجيكا، دفعه تمسكه بتراث وطنه إلى تكوين فرقة للدبكة تعبر عن هوية شعبه. احنا كأصدقاء واشخاص، منهم الشباب اللي كانت ما تعرف الدبكة ومنهم الشباب اللي كانت تعرف الدبكة، أنشأناها أنا وأخوي. بلشنا نعلم في الشباب اللي حابة تتعلم الدبكة الفلسطينية، اللي هي عندها طموح أنها فعلا تنزل على مسرح تمثل فلسطين بطريقة سلمية وبطريقة حلوة. لم يتردد مارسيل في الاستجابة لدعوة أطلقتها فرقة الكوفية للانضمام إلى أعضائها للتدرب على فنون الدبكة. شيء حلو إنك تستمر في هذا العمل في هيك بلد، وإن شاء الله بتمنى إنه كل شاب بيقدر إنه يقدم رسالة، يعمل شيء لمستقبل لقضيته، ينضم لهيك فرق أو ينضم لنا في تدريبات في ورشات عمل أكثر. لم يجد فادي وأعضاء فرقته حرجا في ارتداء زي الدبكة وسط الشارع العام استعدادا لبدء العرض، فالمكان هنا للجميع لممارسة أنشطتهم. قاد الفضول هؤلاء الفتية الذين تجمهروا هنا للطلب من أحد أعضاء الفرقة السماح لهم بالمشاركة. أنا لا أعرف هذا النوع من الرقص من قبل، لكنه أعطاني شعورا بالدفء. اجتمعنا واستمتعنا سويا وكانت حركات الرقص سهلة. هذا ليس رقصا أحاديا، إنه رقص جماعي وهذا شيء جميل للغاية. ولم يستطع هذا الشاب الإيرلندي أيضا أن يفوت الفرصة لعقد مقارنة بسيطة بين الرقص الإيرلندي والدبكة الفلسطينية. ظل الفلكلور الفلسطيني بمختلف أشكاله صامدا أمام كل محاولات تغييبه بين أروقة السياسة وقمع المحتل. يواجه الفلسطيني الاحتلال في الغربة كما في الوطن، متمسكا بهويته وموروثه الثقافي والوطني ضد كل محاولات التزييف والتضليل.